أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج خاص حول الأحداث التي جرت في أحياء حلب، وبشكل خاص في حيي الأشرفية والشيخ مقصود. استضفنا اليوم الهلال الأحمر الكردي المتمركز في شمال وشرق سوريا للبحث والنقاش حول كيفية الاستجابة في حالة الطوارئ وكيفية إجلائهم للمصابين والضحايا الذي تم استهدافهم تحت القصف والنيران الحاصلة على الحيين. سنناقش أكثر التفاصيل مع الرئاسة المشتركة للهلال الأحمر الكردي السيد دلقش عيسى. أهلا وسهلا بك. شكرا لك. كل الاحترام والتقدير لحضرتك. بداية سيد دلقش، حبذا لو نبدأ سؤالنا بماهية الهلال الأحمر الكردي ومدى أهميته في حالات الطوارئ. نحن هلال الأحمر الكردي تأسسنا منذ بداية الأحداث في سوريا، في مناطق شمال شرق سوريا، بالهجوم على مدينة سريكاني ب 2012 كمجموعة من الكوادر الصحية استجابت لحالات الإصابات من الحرب من القصف عن المدنيين. تأسسنا على مبادئ الصليب والهلال الأحمر الدوليين. عندما يكون هناك اشتباك أو حرب قائمة بين الجهتين أو في منطقة ما، يكون جهة ثالثة محايدة تتدخل لإجلاء المصابين، وفي حالات النزوح تقدم المساعدات للعائلات النازحة. هذا عملنا الأساسي. استطعنا خلال السنوات 15 الماضية أن نتدخل في جميع الحروب التي حصلت في المنطقة، وكنا دائما موجودين في الأماكن فينا نقول الساخنة، الأماكن التي كان تجري فيها مناطق النزاع. أجلينا الكثير من المصابين وتدخلنا في كثير من المخيمات والنازحين، وأمنا مراكز إيواء للنازحين. حتى الآن مثل ما ذكرت في الأحداث الأخيرة في الشيخ مقصود، نحن كنا موجودين كهلال أحمر كردي في الشيخ مقصود. نحن تواجدنا في مناطق الإدارة الذاتية لأننا مرخصون من قبل الإدارة الذاتية، ونتواجد في كل المناطق التي كانت موجودة فيها وما زالت موجودة الإدارة الذاتية. أي كان لديكم نقطة طبية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود؟ نعم، كان لدينا نقطتين موجودتين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية. نقطة طبية، كان في سيارة إسعاف كمان تقوم بحالات الإسعافية، وكان لدينا مركز يقدم الدعم للذين فقدوا أطرافهم في النزاعات وتركيب الأطراف الصناعية. لقد وجدنا لكم بيان رسمي بعد التصعيد الذي حصل على الحيين الأشرفية والشيخ مقصود، عبرتم به عن رغبتكم بفتح ممر إنساني بعد التصعيد الحاصل لإجلاء المصابين وجرحى الحرب نتيجة النزاع الحاصل. ما مدى الاستجابة كانت وما هي التحديات التي واجهتكم آنذاك؟ نحن تابعنا الأوضاع من خلال كوادرنا التي تعمل على الأرض في الشيخ مقصود. كان هناك معلومات واردة إلينا منهم بأن الوضع كارثي، خاصة أن الحيين كان منذ 5 شهور ضمن حصار مشدد. المساعدات الطبية ما كانت تدخل الحيين. المشفيين الوحيدين الذين كانوا يعملان في الحارة الأشرفية والشيخ مقصود مشفى عثمان ومشفى خالد فجر. كان هناك 3 مشافي كانت تعمل بطاقة قليلة جدا. المستلزمات الطبية كانت قليلة جدا. وفي فترة الهجوم منذ 6/1/2026 كان هناك قصف بالمدافع وعلى الحيين، وكان هناك إصابات كثيرة، وكان هناك مرضى ما يقارب 300 ألف نسمة موجودين في الحيين، كانوا يحتاجون إلى الرعاية الطبية. كان الوضع مأساوي. نحن وجهنا نداء إلى المنظمات الإنسانية وإلى المجتمع الدولي وإلى الحكومة المؤقتة في دمشق بضرورة فتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي الحي. للأسف لم تكن هناك أي استجابة، حتى تواصلنا مع الصليب والهلال الأحمر العربي السوري لإجلاء بعض المصابين الذين يحتاجون إلى التدخل السريع لإنقاذ حياتهم. لم تستجيب حكومة دمشق حتى للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين، وكان هناك قصف مستمر ولم تكن هناك أي هدنة لإجلاء المصابين. للأسف كثير من المصابين فقدوا حياتهم حسب ما ورد إلينا من الكادر الطبي للهلال الأحمر الكردي كانوا موجودين في الحيين.
لقد تطرقت إلى نقطة هامة جدا سيد دلقش، ألا وهي بأن هذه الأحياء كانت مسبقا معرضة للحصار الذي حبس أنفاس المجتمع القاطن هنالك، وأيضا الاحتياج الكبير للمواد الطبية من علاج ومستلزمات وغيرها. لماذا لم يتم الاستجابة مع العلم بأن هذه المنطقة متضررة ما قبل البدء بالعملية العسكرية بشكل مباشر؟ نعم، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والإغاثية كان هناك افتقار كبير جدا للوقود لتشغيل المولدات والطاقة الكهربائية لتشغيل المشافي والمستوصفات. ونحن في فصل الشتاء حتى الأهالي لم يتوفر لديهم أي مصدر للتدفئة. حالات المرضية ازدادت بين السكان وخاصة بين الأطفال. ونتيجة القصف أيضا نحن تواصلنا، يعني الفرق الهلال الأحمر العربي السوري ذكروا لنا أنهم لم يتمكنوا نتيجة القصف وهم غير قادرين على إدخال كوادرهم في الحي لإجلاء المرضى بسبب القصف العنيف وبسبب منع القوات الجيش السوري من تدخل فرق الهلال الأحمر العربي السوري. حتى نحن كهلال أحمر كردي أيضا ناشدنا بأن نتدخل عن طريق معبر دير حافر ونتوجه إلى الحلبي الحيين لإجلاء المرضى وتقديم المساعدات للأهالي، ولكن لم يسمح لنا بالدخول. بعد ذلك تم قبول بإجلاء المصابين من داخل هذان الحيين بعد الوصول إلى هدنة، كما تابعنا المشاهد في هذان الحيان سيد دلقش. طبعا كانت مشاهد مأساوية جدا، تعتبر كوصمة عار على المجتمعات الإنسانية، بحيث أن المتضرر الأول والأساسي هم المدنيين بحسب تتبعنا للأخبار بشكل مباشر. كيف كان استعدادكم لاستقبال الجرحى المصابين؟ كيف تم التجهيز للفرق الطبية التي عملت على إجلاء المصابين؟ نحن كهلال أحمر كردي لدينا منظومة طوارئ مثل ما ذكرنا، مجهزة ب 60 سيارة إسعاف متوزعين في شمال شرق سوريا مع الشيخ مقصود والأشرفية. هذه الفرق تعمل على مدار 24 ساعة، ولدينا كادر متخصص في حالات إجلاء الجرحى من حالات الحروب والكوارث، المصابين في الحالات الطوارئ فينا نقول. هذه الفرق دائما على تم الاستعداد وتعمل على مدار 24 ساعة وخلال 7 أيام في الأسبوع. بالفعل بعد ورود الأخبار الأخيرة في 8 شهر واحد، بعد يومين من الاشتباكات والقصف العنيف والقصف على المشافي وفقدان عدد كثير من الكوادر الطبية لحياتهم وإجبار عدد كبير من الكوادر الطبية نتيجة الاشتباكات والقصف العنيف، بعض الكوادر الطبية غادرت المشافي وغادرت الحي. نحن كهلال أحمر كردي وجهنا نداء بأننا مجهزين ب 15 سيارة إسعاف للتوجه إلى معبر دير حافر، وبالفعل توجهنا يوم 8 الشهر. كنا متواجدين 8 الشهر بمعبر دير حافر، وأكدنا إصرارنا على الدخول وتواصلنا مع الصليب والهلال، ولكن لم يكن هناك أي رد، وهم ذكروا لنا بأنهم هم أيضا غير قادرين على الدخول نتيجة الاشتباكات العنيفة. انتظرنا 48 ساعة ونتيجة التواصل والضغط تم فتح ممر للجرحى الذين كانوا موجودين في المشفى خالد فجر التي تعرض للقصف وتعرض أيضا للغاز المسيل للدموع. الأهالي الموجودين في المشفى وفي الحي والمصابين. نحن الساعة 3:30 صباحا يوم 10 الشهر صباحا تمكنا من إجلاء المصابين عن طريق الصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، واستقبلناهم في معبر دير حافر. كان عدد المصابين 118 مصابا، تم توزيعهم على مشافي شمال شرق سوريا في الطبقة والحسكة والرقة، وعدد النازحين ما يقارب 181 عائلة نازحة كانوا موجودين، قد أتوا ب7 باصات، كان بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأطفال كانوا في حالة سوء تغذية، كانوا في حالة ذعر، النساء كانوا في حالة ذعر، وكان قد توجه إليهم شتائم وكلمات بالقتل وبالتصفية.
يعني هذا ما حدث. ما مدى الإصابات اللي كانت متواجدة؟ يعني كيف كانت حالة المصابين، حالة الأهالي، وبشكل خاص بأنك ذكرت بأن بغض النظر عن القصف الذي حدث على الأهالي كان هناك تعذيب نفسي بالنسبة لهم بالتهديد والقتل وغيره لهؤلاء الأهالي؟ الكثير منهم كانوا قد فقدوا أهلهم وكانوا يسألون. حسب ما ورد إلينا وما ذكروه أنه كان هناك عدم سماح للشبان والرجال بالقدوم مع القافلة. حسب ما ظهر في الصور كمان كان هناك اعتقالات كبيرة لأهل الحي. من هذه الصور نحن لاحظنا وجود 2 من كوادر الهلال الأحمر الكردي بين المعتقلين الذين كانوا يعملون على سيارة الإسعاف. الأهالي كانوا مذعورين. أهالي عفرين الذين نزحوا العام الماضي من مناطق الشعباء إلى شمال شرق سوريا كان قد توافد عدد كبير منهم مع أهالي شمال شرق سوريا إلى معبر دير حافر. كانوا يسألون عن أهاليهم. الكثير منهم حسب ما ناقشنا معهم وحسب في المعبر أنهم لم يتمكنوا من رؤية أهاليهم بين القافلة التي أتت. لذلك تبين لدينا من هذا السؤال من الأهالي عن أهاليهم وعن أقاربهم بأنه هناك مجازر وهناك اعتقالات كبيرة من قبل الجيش السوري على الأهالي، وهناك فرز بين الأشخاص والسؤال على الهوية، وهناك جرائم ترتقي مستوى جرائم الحرب حدث في حي من قبل الجيش السوري. المصابين كانوا توجد حالات حرجة تحتاج إلى تدخل السريع، تم تحويلهم إلى المشافي. حالات كانت متوسطة، حالات كسور، توجد حالات طرق ناري، توجد حالات شظايا نتيجة القصف بالمدافع. تم تحويل المصابين إلى جميع المشافي وأجرت لهم عمليات الجراحية، وهناك حالات تستدعي إلى مشافي متقدمة. نعم. طبعا نتمنى لهم الشفاء العاجل، ونتمنى للأهالي بتحسين الناحية أقلها النفسية بعد إجلاهم إلى هذه المناطق على حد سواء، بحيث أن التعذيب النفسي يعتبر أقوى من القتل المباشر بالنسبة لهؤلاء الأهالي. ولكن النقطة التي ذكرت من خلالك سيد درقش بأن هناك أيضا من أعضاء طاقمكم الطبي الذين كانوا يخدمون في تلك المناطق تم إلقاء القبض عليهم، وقد ظهرت في صور موجودة، وأيضا عبر بيان خاص لكم ذكرتم بأنهم 3 أشخاص، شخص لا تعرفون أين هو. هل يمكن الدخول بهذا التفصيل قليلا؟ نعم، نحن اليوم أصدرنا بيان نتيجة المتابعة مع كوادرنا في الشيخ مقصود الذين يعني خرجوا من الحي، بعض منهم قبل 3 أيام مثل ما ذكرنا نتيجة القصف العنيف، متواجدين في مناطق متفرقة في ريف حلب ومناطق أخرى. هناك تشتت للسكان في جميع المناطق، بعض منهم نزح إلى عفرين والبعض الآخر إلى حارات الحلب الأخرى ومناطق أخرى. لا نعلم، هناك حالات فقدان كبيرة خاصة بين الشباب والرجال. نحن ناشدنا ببياننا المنظمات الدولية والصليب الأحمر والحكومة الانتقالية في دمشق بأننا تأكدنا من خلال الصور المعتقلين الذين ظهروا في وسائل الإعلام. هناك شخصين كانوا يعملان على سيارة الإسعاف، وهم يوسف حنان حمكو، هو كان يعمل سائق إسعاف لدينا، وعبد الرحمن محمد مسعف كانوا يقومون بمواجبهم الأخلاقي والإنساني لإنقاذ الجرحى. وكذلك قائد فريق النقطة الطبية السيد رامي حسين العلي كان يعمل قائدا للنقطة الطبية. فقدنا الاتصال به قبل 3 أيام، لم نتمكن التواصل إليه نتيجة التواصل على الهاتف بعد الخروج الجرحى. ردوا علينا أشخاص وذكروا لنا أنهم من الجيش السوري وأن هذا الشخص معتقل لديهم. لا نعرف صحة هذه الأخبار تماما، ولكن يبدو أنه معتقل وربما يكون قد تم تصفيته، لا نعلم، لكن نتمنى أن يكون على قيد الحياة. نأمل ذلك حقيقة. ولكن في ظل هذه المشاهد التي حدثت سيد دلقاش، نجد بأن
هناك حالة خاصة بالنسبة للطواقم الطبية وبشكل خاص لما يعرف دوليا بالهلال الأحمر دون الصفات التي تنسب لها، إن كان هلال أحمر كردي أو عربي أو سوري أو غيره، ولكن هناك حالة خاصة جدا يجب التعامل بها مع الطاقم الطبي. في حال لم يظهر أي خبر، لم يوجد أي بيان رسمي إلى الآن حول هؤلاء الأشخاص الثلاث الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل كادركم سيد دلقش، كيف لكم أن تصفوا بأن يكون هناك مصداقية للحفاظ على أرواح هؤلاء الناس الذين يعملون بخدمة إنسانية بالنسبة للمجتمع؟ كيف يمكنكم أن تحموا طاقمكم، أن تعيدوا بناء الثقة لكي يتمكنوا من الاستمرار بما يقدموه بالنسبة للأهالي؟ نعم، نحن في نظام الداخلي للهلال الأحمر الكردي نعمل حسب قوانين الصليب والهلال الأحمر الدولي، هي الحياد وعدم الانحياز وإنقاذ الجرحى. إذا كان الشخص ينتمي لأي ديانة أو أي قومية ليس لدينا أي فرق نحن كهلال أحمر كردي، وأثبتنا ذلك من خلال عملنا. كادرنا الذي كان موجود في الشيخ مقصود دون الانحياز لأي طرف كان يقوم بعمله الإنساني كواجب إنساني. نحن نحمل مثل ما ذكرنا الحكومة الانتقالية في دمشق مسؤولية الحفاظ على حياة كادر الهلال الأحمر الكردي الذين تم رؤيتهم بشكل صريح وواضح، ونحن شاركنا الصور بين المعتقلين لدى الحكومة الانتقالية في دمشق. أي تعرض هؤلاء الأشخاص للفقدان أو فقدان حياتهم أو عدم ظهورهم وبقوا مفقودين، فهذا يعني أنه حكومة دمشق قد شاركت بمجزرة وقد خرقت قوانين جنيف للحفاظ على الكوادر الطبية وخاصة الذين يعملون على سيارة الإسعاف. ويجب على المنظمات الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي أن يتدخل لإنقاذ حياة الكادر الطبي وكل المفقودين، لأن المدنيين الذين اعتقلوا أيضا هم مدنيين كانوا موجودين في الحي، موجودين في بيوتهم وفي منازلهم. العدد الكبير الذي ظهر على الصور معظمهم رجال وشباب. هؤلاء إذا تعرضوا لأي أذى فهذا هو جريمة حرب، تعتبر جريمة حرب. نعم. هل تمكنتم من تقديم أي دعم بالنسبة للعوائل المتضررة التي نزحت إلى هذه المناطق؟ نحن كنا في استنفار تام، توجهنا إلى الأماكن التي تم إيواء العائلات مثل ما ذكرنا 181 عائلة في طبقة والربقة وكوباني والحسكة والقامشي توزعوا في هذه المناطق. توجهوا في الطبقة إلى مخيمي آزادية ومخيمي تكوشين. نحن قمنا على شكل عجالة بتقديم خدمة طبية عن طريق عيادة متنقلة وسيارات الإسعاف. اليوم كانت في الخدمة لخدمتهم. باقي العائلات الذين توافدوا إلى الرقة والكوباني وحسكي والقامشلي توجهوا إلى أهاليهم وبعض مناطق الإيواء. مثل ما ذكرنا سابقا كان هناك عائلات موجودة، عائلات وما زالت موجودة في مراكز الإيواء من عفرين الذين نزحوا من شابة. نحن حاليا استطعنا إحصاء هذا العدد وتوجهنا بالنداء إلى المنظمات الدولية وجميع المنظمات العاملة في شمال شرق سوريا وإلى شعبنا بأن هذه العائلات تحتاج، العائلات المتوافدة حاليا والعائلات الموجودة سابقا ما يقارب 100,000 نسمة من العائلات نزحوا من شعبان العام الماضي ما زالوا في مراكز الإيواء ويحتاجون إلى الخدمة الطبية والخدمة الإغاثية وجميع مستلزمات الحياة بصراحة. حاليا سيد دلقش، ما هي التحديات التي تواجه الهلال الأحمر الكردي لتتمكن من تقديم الدعم اللازم؟ يعني التحدي الأكبر كان هو منع دخول كادرنا إلى الشيخ مقصود وإلى أي منطقة كانت. هو التحدي الأكبر أن يكون هناك اعتقال لكوادر الهلال الأحمر الكردي والكادر الطبي وقصف المستشفيات. هذا كان تحدي كبير بالنسبة لنا، كيف نستطيع أن نصل وننقذ الجرحى. الحالات النزوح الكثيرة كان المفترض أن يرجعوا أهالي عفرين إلى مناطقهم حسب اتفاق الذي حصل بين الحكومة والإدارة الذاتية، وكانوا الأهالي ينتظرون أن يعودوا إلى مدينتهم إلى عفرين، ولكن للأسف كان هناك موجة نزوح أخرى من
الشيخ مقصود والأشرفية. فهذا التحدي هو النزوح المستمر وتأمين مراكز الإيواء وتأمين الخدمة للأطفال والنساء. ومثل ما نعرف يعني في حالات الحروب والنزاعات أكثر المتضررين هم الأطفال والنساء. تماما. لقد تطرقت خلال حديثك لأكثر من مرة على كلمة الحياد، بأننا كمنظمة إنسانية يجب أن نكون محايدين. ما هي الإجراءات التي تقومون بها لكي تحافظوا على هذه النقطة التي تعمل على الحياد بعيد عن السياسات المتواجدة، سواء كانت في المنطقة أو في الحالة التطرفية في النزاعات المتواجدة؟ نحن نعمل مثل ما ذكرنا بتقديم الخدمة الطبية وإنقاذ الجرحى في مناطق النزاعات وفي الكوارث. نحن متواجدون في جميع مناطق شمال شرق سوريا، وخلال العام الماضي توجهنا إلى الساحل السوري وفي أحداث التي حصلت في الساحل السوري، وكان لدينا استعداد للتوجه إلى السويداء. لم نتمكن، ولكن قمنا بتنفيذ مشاريع في السويداء. وفي الفترة الأخيرة الفيضانات التي حصلت في كردستان العراق استطعنا كهلال الأحمر الكردي أن نقدم خدمة للمجتمع في الجمجمال. نحن كهلال الأحمر الكردي أينما استدعي الحاجة نتدخل دون التمييز بين اللون والعرق والدين والقومية. وفي عملنا خلال مسيرتنا أسعفنا كثير من المقاتلين الذين كانوا يعملون في صفوف داعش عندما يؤسرون لدى قوات سوريا الديمقراطية، وكانت قوات النظام أيضا، وجميع القوات التي كانت تقاتل أي شخص مصاب، ومن المدنيين من التفجيرات من كان من أي قومية وأي دين. كنا نتدخل دون التمييز ونحافظ على حياتهم ونقدم لديهم رعاية طبية. حتى في عملنا الإنساني في الإغاثي نحن نعمل في مخيم هون حيث معظمهم من عائلات الدواعش، ونقدم لهم الخدمة الطبية، وفي مخيم روج وفي المخيمات الأخرى من أهالينا الذين نزحوا من مناطق الداخل السوري من حمص وحما. خلال هذه الفترة كان هناك خلال الحرب في سوريا هناك نزوح كبير من مدن أخرى مثل حما وإدلب وحلب وحمص ودمشق باتجاه مناطق شمال شرق سوريا، ومتواجدون في المخيمات وفي المدن. كنا نقدم لديهم رعاية طبية دون تمييز بين أي شخص من أي قومية أو أي دين. تماما. بالمجمل العام في الوقت الحالي في الظروف التي تمر بها شمال وشرق سوريا بشكل خاص وسوريا عامة، ما هي أهم الاحتياجات بالنسبة للهلال الأحمر الكردي؟ هناك حصار مفروض جزئيا على شمال شرق سوريا بالنسبة للأحداث التي تحدث وحدوث اشتباكات وإغلاق المعابر. فالمستلزمات الطبية وعدم توافد المنظمات الدولية وعدم توافد الشركات لتأمين المستلزمات الطبية للمراكز والسيارات الإسعاف المتقدمة، وعدم توقف الحرب يجعلنا ألا نستطيع أن ندعم المجتمع بسبل العيش. المجتمع السوري بصراحة من الناحية الصحية خلال فترة الأحداث في سوريا وتواجد داعش في كثير من المناطق في شمال شرق سوريا مثل الرقة والطبقة ودير الزور، كان هناك انهدام تام للبنية الصحية والتسقيف الصحي. ما زال هناك الأمراض منتشرة في هذه المناطق كاللاشمانيا، الأمراض المعدية. يعني الحروب المتزايدة والنزوح وتخوف وعدم الاستقرار بالنسبة للمجتمع وعدم تمكننا من تقديم سبل العيش للمجتمع ليستقر المجتمع، هذا تحدي كبير بالنسبة لنا. فكان من المفروض بعد سقوط نظام بشار الأسد أن يكون هناك استقرار، وأن نتوجه إلى تقديم الخدمة للمجتمع في جميع المجالات وخاصة المجالات الصحية والاستعداد لجميع حالات الكوارث والطوارئ الطبيعية، وأن يكون هناك خدمة للمجتمع ليستقر المجتمع. وفي مجال مثل ما ذكرنا تأمين سبل العيش للمجتمع. ما هي خططكم المستقبلية في نتمنى طبعا أن تنتهي حالة النزاع في المنطقة، فبالنهاية كل إنسان يطمح للعيش في بلد آمن، ولكن سوريا تمر في حالة عصيبة جدا وخاصة في ظل الحكومة المتواجدة وعدم الوضوح السياسي في المستقبل. فكالهلال الأحمر الكردي ما هي خططكم المستقبلية؟ نحن مثل ما ذكرنا يعني دائما نتجهز لحالات الطوارئ.
حالات الكوارث وخاصة الحروب. مثل ما ذكرت يعني المنطقة غير مستقرة سياسيا، وهناك احتمالية لأحداث أخرى يعني للحروب. كذلك نحن نتجهز لمنظومة دفاع مدني متكاملة، نكون جاهزين في جميع حالات الطوارئ. يعني استراتيجيتنا كهلال الأحمر الكردي أن نكون مستعدين دائما بحالات الطوارئ ونقل المصابين من الحوادث ومن الحروب ومن حالات الصدمة التي تحدث، نقلهم إلى المشافي. لدينا منظومة طوارئ متصلة مع غرفة العمليات بالقامشلي، تنسق على مدار 24 ساعة لجميع الحالات لنقل المرضى بين المستشفيات وبين المدن. وكذلك ننسق لمنظومة دفاع مدني بالتنسيق مع الإدارة الذاتية. لدينا هذا، ونحن نعمل حاليا في جميع المخيمات في شمال شرق سوريا. سنتابع هذه الخدمة، وفي أمل أن تنتهي هذه المخيمات. سنكون كهلال أحمر كردي متواجدون دائما، ونحن في خدمة مجتمعنا وفي خدمة الشعب السوري عامة. كلمتكم الأخيرة في نهاية هذه الحلقة. بصراحة نتمنى إطلاق سراح كادرنا تم اعتقالهم في الشيخ مقصود. نحن نتابع بحساسية وبمتابعة مستمرة أوضاعهم. كما نتمنى أن تتوقف الحرب مثل ما ذكرت، وأن النزاعات تتوقف، وأن نتفرغ لبناء بنية صحية في سوريا لخدمة المجتمع وفي مناطق شمال شرق سوريا. تماما، كل الاحترام والتقدير لحضرتك سيد القش عيسى، الرئاسة المشتركة للهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا، على ما قدمته لنا وأحطنا به من معلومات في الحالة التي نمر بها في شمال وشرق سوريا. شكرا لكم ولاستضافتكم. وهكذا السادة المشاهدين نصل معكم إلى نهاية هذا البرنامج الخاص، كما أننا نتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونترحم على الشهداء الذين ضحوا في حياتهم في سبيل إنقاذ وطن. ودمتم بخير، على أمل لقاء في برنامج آخر بحلقة خاصة بمحور أكثر أمانا وحبا بالنسبة لبلدنا سوريا.